لان حيت كان وقع واحد سوء فهم ما غاديش ندخلوا فيه بيناتنا عادي. لاساسي كان وقع واحد سوء فهم ديالنا وبيناتنا، وماشي هو مهم دابا اللي نناقشوا لان ياخذ حيز زمني. واحسن حاجه في هذا سوء الفهم اننا تنبينوا على احترامنا لبعضياتنا وما تنخرجوش بعضياتنا للتشهير. واخا حيت الا ما درناش هكا ما يسامع داك الشيء غيقول لك هادو كتعرفي عقليه كل واحد كيفاش يفسر. هذا دليل على ان قلوبنا ما فيهاش الحقد، كاين خوت كنختلفوا كنرجعوا اذا غير هذه مهمه ناكدوا عليها وانك انت طلبتي. وانا ملي اتصلت بك السي حميد لقيت واحد الترحيب ما كنتش ما كاين مشكل. كي دايره لاله ميسا لاباس عليك فين غبتي وحشناك وهذا الشيء زاد سعدني. الله يحفظك ميسا. حيت ميسا علاش قلت هذه الامور هي مهمه باش النقاش ياخذ المجرى ديالو، لحقاش حنا عندنا واحد المشكل. الناس كاين عقليه ديال المؤامره شنو كيخطوا هذه وحده جوج لا جوج. وخصني انا مزيان كنبغي الناس بعض الناس كاين اللي فاهمينها. وانا صحفي، والصحفي هو واحد الكائن اللي كيفتح صدره للجميع، جميع الروايات. طبعا انا ما كندافع حتى على شي واحد، يعني ضروري باش نفتح يجي ويحمان تجي ميسا تجي اي واحد بغى عنده راي. لان البعض كيقول علاش جبتي فلان علاش لا ما عندهمش الحق. واخا نبدا معاك بسؤال. نبغي نشوفوا الناس دابا ميسا كي تبعتي الاحداث، كيف كتقرا احداث غزه والهجوم ديال حماس تطور دابا؟ شي قراءه بالنسبه لميسا لهذا الشيء؟ انا كيف ما قلت لك السي حميد بطلب مني انا جيت، لان من بعد سنه ديال الغياب بسبب بعض الضغوطات اللي غادي نكشفها في هذا الحوار واللي وقعت لي وخلاتني نبعد على الساحه الاعلاميه وخلاتني نراجع افكاري وخلاتني نوجد لواحد الحركه سياسيه كنوجد ليها، ودرت ان تينك تانك مركز بحث. من بعد عام خرجت لي لوتوريزاسيون عاد مؤخرا سميتو مركز تفكير المغاربه الجدد، وكنت مازال ما بغيتش نخرج حتى لجانفي 2024 يعني بدايه العام الجاي هو فين قررت غادي نخرج. ولكن صراحه هذا الشيء اللي شفت ماشي فقط الاحداث ديال غزه، لانني في الاخر قلت غادي نخرج نتضامن مع اهل غزه والتضامن ديالي زايد ناقص شنو غادي يزيد، ولكن اكثر من هذا التطبيع ديال بلادنا مع اسرائيل وهذه الفضيحه ديال استمرار التطبيع. هذه هي النقطه الاولى اللي بغيت نهضر عليها، لانه خصو يتوقف وغنقول علاش. وثاني نقطه بغيت نهضر عليها هي اسقاط الحرب اللي كاينه في الشرق الاوسط والحرب اللي كاينه بين اسرائيل والفلسطينيين على بلادنا المغرب من طرف شي مدسوسين او مدسوسه ديال الصهاينه دخلت لينا هنايا واحد الحرب بيناتنا حنا المغاربه. هاد جوج ديال النقاط اللي بغيت نكشف عليهم في هذه الحلقه، وتنشكرك جزيل الشكر على رحابه صدرك واللي فتحتي لي هذا المجال فين نهضر. واخا نبداو بعدا بغزه، قراءتك لغزه الان. واش نبداو انا نطرح لك سؤال مباشر. هذا سؤال تردد في عدد من الاوساط وكاين قراءات مختلفه. ما هذا الشيء دار المقاومه يوم 7 اكتوبر انت بالنسبه لك واش باعاز من ايران؟ هذه واحد. جوج، واش بشكل يعني داخلي ديال المقاومه ما فيه لا ايران ولا والو؟ واش تدرجت المقاومه لهذه العمليه هذه او لا المقاومه قامت بعمليه نوعيه ولا هذه اثار ايجابيه؟ الا سمحتي واخا نقدر نرجع معك شي شويه قبل من هذا الشيء. نهضر على التطبيع ديال المغرب وغندخل معك في هذا الشيء ديال المقاومه. بغيت نقول حنا اولا كنا مجموعه ديال المغاربه ضد التوقيت فين المغرب طبع وفين الملك قرر انه يدير التطبيع. علاش؟ لان الملك قرر انه يوقع الاتفاق الثلاثي ملي كان ترامب ديجا خسر في الانتخابات ديال 2020 وديجا غيمشي بحاله، واعترف لينا بمغربيه الصحراء في واحد 3 ديال التويتات ديال التدوينات على تويتر اللي في الاخير الحساب ديالو توقف، واللي كان في وسط من واحد الفضيحه دارها ترامب ملي شي اتباع ديالو لا عقلتي دخلوا للكونغرس لابسين داك اللباس ديال الفايكينغ واتهموا الامريكيين بزعزعه الاستقرار ديال الولايات المتحده الامريكيه وبزعزعه المسار الديمقراطي، وغيطلعوا الديمقراطيين غتطلع الاداره ديال بايدن اللي هي في الحقيقه الاداره ديال اوباما. وحنا كنعرفوا الاداره ديال اوباما ضد المغرب وضد شمال افريقيا والشرق الاوسط، واوباما ما دار غير ثوره الربيع العربي وقسم السودان وكان غينوضها في المغرب وعمره ما عاونا في الوحده الترابيه، وعرفنا راسنا انهم اللي غيطلعوا لي ديمقراط غيديروا لنا ستاتوس كو، وفعلا داك الشيء اللي داروا. ملي طلعوا ما اعترفوا بمغربيه الصحراء ما فتحوا قنصليه في الداخله تيقول لك حنا غير موافقين على بنود الاتفاق الثلاثي. ولكن ملي الملك قرر انه يطبع وسنا ووقع في حكومه العثماني حكومه الاسلاميين كلنا خرجنا دعمناه. ما يمكنناش نقولوا له عوم بحرك جاي طوالك اذهب وربك قاتلا انها هنا قاعدون. ما يمكنناش حيت هو ماشي يطبع على شي مصلحه شخصيه، شاف مصلحه البلاد. اخطا ام اصاب كيبقى ملكنا وبلادنا وانا وانت وبن كيران خرجنا كندافعوا. وتنقولوا كاين في هذا التطبيع بنود حقن الدماء ديال الفلسطينيين، بمعنى ان في التوقيع اللي وقع المغرب في التطبيع
كان واحد الشرط هو وقف الاستيطان، وقف الدم، وقف التقتيل والحرب، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. متفقين؟ هادوك الناس لا يوفون بالعهود، ما وقفوش الاستيطان، ما وقفوش الدم، بقاو كيقتلوا الفلسطينيين بشكل يومي، عندهم روتين يومي ديال القتل وديال الاغتصاب وديال الاعتقال وديال الاختطاف وديال استفزاز الناس في القدس المصلين. الفلسطينيين عايشين في سجن بين مدينه ومدينه وبين حي وحي، كاين حواجز اسرائيليه، حواجز تفتيش، كيفتشوا النساء، كيفتشوا الاطفال بشكل يومي. وحنا استمرينا في التطبيع الامني، التطبيع العسكري، التطبيع ديال البزنس، التطبيع من جميع انواعه. والفلسطينيين كيشوفوا بان البنود اللي حنا سنينا عليها واللي الدول العربيه وقعت عليها لا تنفذ. نتنياهو كيزيد، وترامب بفمو قالها ملي طبعت الامارات هي الاولى وترامب كان مازال في الرئاسه، قال لك هو تفاجأ من الخسه ديال نتنياهو. ترامب قالها حرفيا، قال لك هو كان كيسحاب له الاسرائيليين باغيين الهدنه والفلسطينيين والعرب اللي ما باغيينش، وكيتفاجأ بان العرب باغيين الهدنه والسلام والاسرائيليين اللي ما باغيينش، والاستفزازات مستمره وحنا مستمرين في التطبيع. والفلسطينيين كيشوفوا بان القضيه ديالهم تؤد وتدفن، والقتل اليومي فهمتيني، والاعتقالات اليوميه. وشكون دابا غادي يطبع؟ السعوديه، يعني قبلة المسلمين اللي فيها المقدس الأول اللي هو الكعبة الشريفة. يعني حسوا الفلسطينيين بأن قضيتهم ضاعت وصفيت وانتهت. ديك الساعات ملي غادي ينوضوا حماس يضربوا بإيعاز من إيران بسبب الاستفزاز والتصعيد، لانهم بغاو يردوا القضيه الفلسطينيه في ملف دولي كلشي كيهضر عليه، باش يوقفوا التطبيع ديال السعوديه بسبب الاستفزاز اللي كيديروا الاسرائيليين في الضفه الغربيه وكيخليوا الاحياء. بغض النظر على السبب، واش حنا جالسين في بلادنا امنين ومطمئنين من حقنا اننا نحاكموهم؟ فهمتي الكونسيبت شنو هو؟ انا ما تيهمنيش السبب، الناس كيموتوا بشكل يومي. والحيله ديال الاعلام الدولي والاوروبي، انا رعيتو لي قناه اوروبي ماشي اوروبيه، هي ناطقه بالعربيه ولكن اجنبيه، ديما كندوز فيها وتقدروا المغاربه تعرفوها. وبغاوني نهضر من الداخل بشرط ان اول سؤال كيطرحوا عليك شنو رايك شنو وقع في 7 اكتوبر، ادانه ما وقع وادانه حماس ووصفوها بالارهابيه. عاد يبداو معاك النقاش. ما معنى هذا؟ توجيه. معناه بغاو يردوا 7 اكتوبر 2023 بدايه شيء ما، وكأن الامور كانت طبيعيه. اسرائيل جالسين في امان الله وحفظه، ما كاين لا حد تيقول لك ميوزك فيستيفال، كانوا في واحد المهرجان موسيقي ولا بيبي والجدات وكل شيء بخير وعلى خير، وحماس زعما مسطيه وناضت وهي الضرب وقامت بعمليه ارهابيه، وكيبغيو يعطيو تصور دولي بان لاكت الفعل ديال حماس واسرائيل تاخذ مشروعيه دوليه لردات الفعل. ولكن الحقيقه الفعل ديال من 60 عام ديال الاستعمار و70 عام ديال الاستعمار الاسرائيلي، وكل ما يقوم به الفلسطينيون هو رده الفعل. ما يمكنش يمسحوا التاريخ، ما يمكنش تجبرني على انني نمسح 70 عام ديال الاستعمار وتقول لي غتبدا من 7 اكتوبر، لا غنبدا من 6 اكتوبر، لا غنبدا من هذه 70 عام. فكل ما تقوم به حماس رد فعل ما نقدرش نقول طبيعي، هما في حرب مستمره هذه 70 عام. انا كجالسه في بلادي امنه مطمئنه نقدر ادين قتل المدنيين من كل الجهات، نقدر نغضب القتل المدنيين في اسرائيل ونقول مساكن هذوك غير مسالمين وواحد الجيل خلقوا القرص تما وعلاش تقتل، ونقدر ادين قتل المدنيين في فلسطين. ولكن الحقيقه هي ان ما عنديش الحق نحكم ونقول علاش المقاومه ارهاب، وانا ما عايشاش مع ناس في التعذيب اليومي، في القتل الممنهج، في تطهير عرقي. واليوم اخذت اسرائيل شرعيه دوليه من بعد 7 اكتوبر تمارس الاباده الجماعيه للفلسطينيين والتهجير، باغا تديهم لسيناء الناس ديال غزه، والناس ديال الضفه الغربيه باغا تديهم للاردن، وباغا تنهي القضيه الفلسطينيه باي حق. باي حق؟ انا مع من خصني نتضامن.